غايته البالغة التي لا يدركها الإنسان في حينها. الابتلاء بحاسد حاقد. فقد يبتلي الله الإنسان بشخص حاسد حاقد كل همه في الحياة أن يسقط خيباته على غيره، وأن يعلق ظروفه وهمومه على شماعة الآخر. فيبدأ هذا الحاسد الحاقد بنصب شراكه حول كل ما هو صالح ونقي، في محاولة منه لجر الصالحين إلى مستنقعه، حتى تطيب نفسه بأنه ليس الوحيد في ذلك المستنقع الفاسد. وأكثر من ذلك، نجده يغضب غضبا شديدا ويثور ثورة عارمة إذا وجدك متمسكا بمنهجك الصحيح، ورافضا ممتنعا عن الوقوع في شباكه. فيبدأ ذلك الحاسد الحاقد